وسائل الإعلام. وعرفت بداية الحصة طبعا خضوع اللاعبين أو إجراء اللاعبين. حسن يبدأ ومجاني جروا على انفراد، كما وقف اللاعبون دقيقة صمت ترحما على روح الراحل اللاعب نبيل حماني رحمه الله. إذا مشاهدينا، وشهدت أيضا الحصة زيارة الوزير وزير الرياضة محمد تهمي للاعبين أثناء إجرائهم للتدريبات، وهذا لتحفيزهم وكذا تشجيعهم قبل المباراة المنتظرة في 17 من هذا الشهر أمام المنتخب البلجيكي. وتناول أيضا معهم وجبة الغداء، وألقى عليهم رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. نسمع لتصريح الوزير محمد تهمي ونعود بعد ذلك. حضور ضروري، ولابد الفريق الوطني يعرف أن كل الجزائر وراءه، ولهذا إن شاء الله احنا المعلومات اللي عندنا التحضير في ظروف جيدة في جو ملائم، وإن شاء الله الفريق يكون في المستوى وفي الموعد يوم 17 إن شاء الله ضد بلجيكا.